مساء الورد والفل والياسمين. كنا نشرنا من يومين الحلقه بتاعه الالكلاين دايت. احنا اتكلمنا عن النظريه اللي بتقول ان جسمك كل ما كان قلوي اكتر كل ما كان صحيا افضل. طيب الناس عاوزه تعرف نظام للالكلاين دايت. انا شرحت الفكره وشرحت التفاصيل، لكن الناس عاوزه تعرف نظام محدد للالكلاين دايت، وده اللي هنقوله الحلقه دي. معاكم دكتور محمد رحيم. اتمنى لو انتم اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا تعملوا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس، ولو الحلقه عجبتكم يا ريت نعمل لايك وشير عشان المعلومه توصل لكل الناس. الالكلاين دايت هو حاجه بتخلي جسمك يحرق دهون. عارفين الشعار اللي دايما بيتقال ويتكتب خس من غير ما تحس؟ هو ده فعليا النظام ده. الالكلاين دايت بعض الناس بتعتقد ان هو ممكن يكون غني بنسبه او باخرى عن الرياضه، لكن انا بقول لا. هو عامه الرياضه بنتكلم على الاقل نص ساعه 5 مرات في الاسبوع. هو الالكلاين دايت هيخلي نص ساعه 5 مرات في الاسبوع كانك عملت ساعه 5 مرات في الاسبوع. طيب دي حاجه وحشه؟ دي حاجه فوق الممتازه. يعني تخيل مجهودك الرياضي لو هتحرق فيه 100 سعر حراري، هو هيخليك توصل انك تحرق 120 ل 130 سعر حراري. يبقى كده في شيء فوق الممتاز. يبقى نظام الرجيم اللي انت ماشي عليه او نظام التغذيه اللي انت ماشي عليه هيفرق في مستوى حرقك لما تعمل رياضه بالظبط، وده بيبان جدا مع الالكلاين دايت. من غير ما نطول على حضراتكم هقول لكم على مثال ينفع لاغلبنا مع الالكلاين دايت. اتكلمنا من افضل الفاكهه، انواع الفاكهه اللي ممكن تاخد في الالكلاين هي الاناناس، الباينابل، الفاكهه الاستوائيه. بعض الناس بتخلط بينه وبين حاجات تانية، لكن الاناناس هو افضل حاجه بالنسبه لنا. هنجيب اناناس فريش نضربه في الخلاط، او هنجيب اناناس معلب بدون سكر لو الفريش مش موجود، لكن قبل منه نبقى ضاربين في الكبه معلقتين بذر كتان مع معلقتين حبه بركه. تاني هنطحن معلقتين بذر كتان معلقتين حبه بركه في الكبه، هيتحطوا في الخلاط مع كوب عصير اناناس. طبعا عصير اناناس فريش افضل بكتير، احط 200 جرام، او لو مش موجود اجيب عصير اناناس معلب واضربه في الخلاط. ده هيبقى الفطار بتاعي، هشربه بدون اي اضافه، طعمه ظريف جدا. ورا منه محتاجين بعدها بنص ساعه ولا حاجه اشرب كوبايه او 2 ميه. من مميزات بذر الكتان وحبه البركه ان هو بيعملوا بالك في المعده، وطبعا هي منتجات زيتيه الكلاين بشكل كبير جدا. بين الفطار والغداء يا ريت نشرب كوبايتين ميه كبار، كل واحده منهم معصور عليها ليمونيه واحده. كوبايتين ميه كبار كل واحده منهم معصور عليها ليمونيه واحده. الغداء بتاعنا بدايه لازم نكون بناخد سلطه، طبق السلطه موجود عليه كرفس، بقدونس، خيار. الثلاث مكونات دول هم اهم مكونات في السلطه الالكلاين، ويتحط عليهم ليمونيه واحده. يبقى كرفس، بقدونس، خيار، يتحط عليهم ليمونيه واحده. ناكل مع ايه؟ اسماك المحيطات العميقه، اللي زي بنتكلم على الماكريل، بنتكلم على سمك التونه، سمك السردين، من الحاجات الممتازه جدا عشان تدينا الكلاين فود او الكلاين بروتين. طيب الفراخ واللحمه اطلاقا، اللحمه اطلاقا تماما. فبالنسبه لنا ماكريل، تونه، سلمون، سردين. طب مش موجودين هنعمل ازاي؟ يبقى ناكل بروكلي او قرنبيط مسلوق، او ممكن يعني طبعا مش عايزين ندخل الصلصه، مش عايزين ندخل الطماطم، ممكن تاكله مشوي، ممكن تاكله في شوربه خضار، ممكن تاكله في الفرن، ممكن تاكله مسلوق، اي شكل يعجبك. يبقى القرنبيط والبروكلي بديل عندنا عن الماكريل والسلمون والسردين. بين الغداء والعشاء كوبايه ميه واحده عليها ليمونيه، يبقى احنا كده خدنا على مدار اليوم 4 ليمونات. العشاء بتاعنا عباره عن ايه؟ العشاء بتاعنا هيكون عباره عن 2 كيوي وشريح بطيخ كبير، نعمل زي فروت سالاد، او ال2 كيوي وشريح بطيخ نضيف عليهم موزايه، او ناكل موزايه مع شويه توت بري. يبقى موزايه مع توت بري، او 2 كيوي مع شريح بطيخ مع موزايه، او ناخد 2 كيوي او 3 كيوي مع شريح بطيخ، ونخلي الموز الافضل يبقى مع التوت البري. ده كده بروجرام دايت الكلاين ممتاز جدا. معاه لازم رياضه 5 مرات في الاسبوع على الاقل نص ساعه، لو عملت ساعه هيبقى افضل. الالكلاين هيخليك تحرق اكتر كانك عملت ساعه ونص وساعتين كمان. ما ننساش دايما شرب الميه على مدار اليوم، وما ننساش ان اخر وجبه بالنسبه لنا يا ريت ما تعديش من 8 ل 9 مساء، وغداك ما يعديش من 4 ل 5 مساء. الفطار بتاعك من 10 ل 11 صباحا، وطبعا الميه بالليمون هتكون ان بتوين. اتمنى المعلومه تكون فاتت حضراتكم. اي حد عنده كومنت، اي حد عنده تعليق، يا ريت يكتبه لي تحت وهرد على حضراتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا شير، لايك، سبسكرايب.